تعبتي ما تربيش. احنا لما صورنا الفيديو اللي كنا بنقول فيه لو تعبتي ما تربيش، ظهر 3 انماط في الكومنتس محتاجين ان احنا نتناقش فيهم مع بعض شوية، عشان دول بيدلوا على حاجات جوانا احنا كأمهات او كستات في العموم. اول نمط كان بيقول تمام اللي انتي بتقوليه ده حلو قوي وانا هنفذه، فده ان دل على شيء فيدل على ان الشخصية دي بتكفل لنفسها او كانت محتاجة مجرد حد يديها ملاحظة ان ده حل من الحلول وانا تمام انا هروح انفذه. النمط التاني كان بيتكلم عن فكرة انه يا ريتني اعرف اعمل كده وكأن الظروف اقوى منها. النمط الثالث كان بيقول ربنا هيحاسبنا على ان ده تقصير. فالنمط ده شايف ان الراحة تقصير. حلو، انا هنا عشان نوضح احنا جايين منين في ال3 انماط دول وبناء عليه نعمل ايه. كنا قاصدين ايه من الفيديو اصلا؟ اولا كنت اقصد المرحلة العمرية بتاعت التربية، اللي هي المرحلة العمرية بتاعت الطفولة سواء المبكرة او المتأخرة، اللي هي تقريبا اول 9 سنين 8 سنين. المرحلة دي الطفل القناعات اللي بياخدها في المرحلة دي بتكون 3/4 قناعات حياته، يعني الحاجات اللي بياخدها في المرحلة دي بيقعد يعيش عليها حياته. عشان كده احنا لما بنكبر بنبدأ نعدل القناعات اللي احنا خدناها في المرحلة دي، بنعملها بأثر رجعي، يعني قصدي بالعكس. فدلوقتي احنا بنتكلم عن المرحلة اللي بتاعته. طب ليه بالذات المرحلة دي؟ لأن المرحلة دي ذهنيا وبدنيا متعبة للأم بالتحديد. مرحلة المراهقة ممكن تكون متعبة بالنسبة لنا ذهنيا، بيتناقشوا عايزين يحسوا ان هم رجالة او عايزين يحسوا ان هم بقوا بنات كبار. الكلام ده كله ذهنيا متعب، ولكن بدنيا المفروض ان انا اكون خلاص مش تعبانة معاه. لكن اللي متعب بدنيا مرحلة الطفولة، لان دي انا ببقى واخدة بالي منه، امانه ان هو ما يتأذيش ما يقعش ما يعمل الكلام ده كله، وببقى عمالة اشغل مخي. ولما بيبدأ يتكلم بيبدأ عايزة اعلمه، عايز يتناقش، عايز يسأل عن حاجات، فانا ذهنيا وبدنيا مرهقة جدا. فاللي كنا بنقوله ان لما بنوصل لمرحلة التعب اللي هي المفروض ان احنا واحدة واحدة ما بيننا وما بين بعض بنكون بدأنا نحسبها ان احنا دوريا لما بتعدي عدد ايام معينة بنبدأ نرتاح. فالراحة دي معناها ان انا باخد بريك منكم. طيب هو السن ده ينفع اخد منه بريك؟ ينفع اخد منه بريك لو انا عامله 3 حاجات. طيب ايه هما ال3 حاجات؟ ان هما بيتحركوا زي ما هما عايزين في البيت، هما متعودين على البيت، مش متقدرين وهم بيتحركوا في البيت. فالمفروض ان احنا او المتعارف عليه ان احنا لما بيبقى في عندنا اطفال في السن ده البيت غالبا بيكون ما فيهوش الحاجات اللي تكون خطر عليهم، عشان نخليهم هم بيتحركوا. لان هدف السن ده انه يعرف يبقى بني ادم حر بيتحرك في بيته بدون مخاطر. ده معناه ان انا برفع المخاطر. فلو انا البيت بتاعي فيه فازات، فيه حاجات، فيه الكلام ده كله لمرحله ما بيترفع عن ايديهم عشان ما يبقاش خطر بالنسبه لهم. الحاجه الثانيه المفروض ان هم يتحركوا في مساحه امنه ويعملوا اللي هم عايزينه. الحاجتين دول يعني ايه مساحه امنه؟ ان في مساحه وليكن اوضتك انت هتقعد فيها، هتعمل اللي انت عايزه وتعمل اللي انت عايزه، ودي حاجه مهمه. طيب انا ليه مش بسيبه براحته في اوضته؟ لان اوضته الديزاين بتاعها او الشكل بتاعها هو عباره عن حاجات كلها اعلى منه، ممكن يقع من عليها، ممكن يتخبط فيها. هل ده صح بالنسبه للاطفال؟ لا. احنا دايما بننصح الناس اللي لسه جايبين بيبي صغير ان اوضه الطفل كلها تبقى على الارض. يعني ايه اوضه الطفل على الارض؟ يعني الطفل ما بيتجابلوش سرير، الطفل بيتجاب له مرتبه، ما بيتجابلوش سرير في الاول. كل لما هو بيطول كل لما مستوى المرتبه بيعلى. طب ليه مرتبه؟ عشان اعلمه الاعتماد على نفسه، عشان اعلمه ان انت روح نام، بيروح ينام على المرتبه. طب بيأمن النوم بيقوم ينزل من على المرتبه. طيب هدومه بتتعلق في شماعات في نفس مستوى طوله، فالشماعه بتطول كل ما هو يطول. الاوضه بتاعت الطفل بتبقى قد طوله، ما بتبقاش اعلى منه وهو طول الوقت عمال يعاني في انه مش عارف يتعامل معاها. فانا خايفه عليه من المعاناه، فافضل طول الوقت مراقباه، فده يعمل هيدك عليا. فاذا الاطفال لما بنيجي نتعامل معاها او لما بنيجي نحط لهم المساحه بتاعتهم بنعمل لهم مساحه مناسبه ليهم مش مناسبه لينا. طيب يعمل اللي هو عايزه في اوضته، يعني يشخبط على الحيطه. انا عارفه ان في امهات كتير مش هتحب الفكره دي، بس فكره ان هو حر في مساحته الشخصيه هو من حقه يحس ده. زي ما انا كست بيت حرة في مساحتي الشخصية وهو بيتي، هو كمان من حقه يحس بالحرية في مساحته الشخصية. هنا بعلمه كذا حاجة، بعلمه الخصوصية، بعلمه يحترم حدوده، وبعلمه انت حر في مساحتك الشخصية. فبره مساحتك انت مش حر، وان انت جوه المساحة عندك خصوصية واعمل اللي انت عايزه فيها. مش عايزاه يكتب على الحيطة، هنحط ورق يكتب عليه وكل شوية نشيله. طب مش هعرف اجيب الورق، هخليه يكتب بالطباشير على الحيطة او على ظهر الباب. انت هتعمل اللي انت عايزه بالطريقة المناسبة والآمنة ليك
علشان في النهاية انت حر وانا اعرف ارتاح. طيب احنا ليه مش عارفين نرتاح؟ لاننا مش موفرين لهم مساحة آمنة، مش موفرين لهم حرية في اوضتهم طول الوقت، بس وما تعملش وما تسويش وما تطلعش وما تنزلش. هم عاملين ازعاج. هل ده صح او مناسب لسنهم؟ ايوه، هم سنهم بتاع استكشاف، بتاع انه يتعرف على العالم الخارجي كله. فانا وظيفتي على تجاه الهبه او النعمه اللي ربنا وهبها لي دي، ان انا اوفر لها العالم اللي تتعرف عليه بطريقه امنه لي. محتاجه ان انا افهم ده وافكر فيه واشوف ازاي اعمله، استعين بربنا واشوف ازاي اعمله.